السلام عليكم احلى متابعين قناه يوميات عائله عبد الحميد وجلال ونسوم. النهارده جايب لكم مفاجاه جامده بجد والله ليكم، ولازم نقول لكم زي ما احنا قلنا. احنا لازم نعرف كل جديد في حياتنا الاسريه، ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. وحشتونا جدا. النهارده جايبين لكم حلقه جديده النهارده، وطبعا عندنا مشوار مهم جدا. احنا حبينا نقول لكم ونعرفكم كل حاجه، بس قبل ده كله بقى ما تنسوش تشتركوا لنا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. والناس اللي لسه ما اشتركتش تنزل تحت تشترك وتلاقي زرار كده كلمه اشتراك. عندنا مفاجآت جامده جدا. القناه بتاعتنا في مخرج كلمنا وكده، وكان شاف جنى على القناه وشاف حلقه الادم والجنى كده وهما بيمثلوا ليه حلقه البخيل، برضه هنسيبها لكم في اول تعليق. فالمهم اتصل علينا وكده، واحنا ان شاء الله رايحين دلوقتي علشان عملنا مقابله قبل كده، ورايحين بقى جنى هتصور النهارده وهنشوف ايه اللي هيحصل معانا. فتابعوا معانا لحظه بلحظه وهنوريكم كل جديد. هو لسه في المرحله البدايات يعني. لو عندك رسومات طيب في البيت، رسمه حاجات عندي رسومات تبعتي لي على الواتساب لما تروحي، تبعتي لي رسمه كده، احلى رسمه انت حباها ليكي تبعتيها لي، يعني ما تبعتليش رسومات كتير، ابعتي لي انت رسمه انت بتحبيها حتى لو انت شايفاها مش هي المميزه قوي. فاهماني؟ استاذ زين عامل زي كده، عملت من بيضه رسمه زي كده، حطيتها باجور فنانه كانت في التاني. جميله جدا. خلاص والدور، فانت هتقولي ايه هي الاكشن، انت المخرج. لو عجبتك سقفتي، ما عجبتكيش قولي اكشن. تشوفيني انا بعمل ازاي، عشان لو سقفتي انا مش هعملها تاني، مش عايزها يبقى انا حلو. انا هقول اكشن تعملي ازاي بالظبط. متفقين؟ اتفضل. اكشن. لذيذ. مش ليه؟ ماشي. اكشن. لذيذ. لا ما تحكيش يعني طبيعي. لذيذ. اكشن. لذيذ. اكشن. لذيذ. اكشن. اكشن. لذيذ. ممتاز. الله يبارك دي فيك. حلو. احنا في السكه يا جماعه، الحمد لله احنا جينا ركبنا المترو ودلوقتي احنا في التاكسي اهو، واختارينا العنوان ان شاء الله، معانا اللوكيشن بتاع الاستوديو، وربنا ييسر الحال بقى. الطريق بقى ان شاء الله يبقى كويس بقى معانا، عشان الميعاد لسه معانا يعني لسه فاضل ساعه، فربنا يسهل بقى ان احنا نوصل قبل الميعاد، وربنا يسهل بقى كده عشان نشوف بقى المشوار ده، يا رب يكون خير يا رب كده. احنا يا جماعه دلوقتي وصلنا للعماره اهي، ماشي، وطلعنا في الاسانسير وخارجين من الاسانسير اهو. اخرج يلا. ماشي يلا يا جنى. وصلنا اهو يا جماعه اللوكيشن اهو. هزود عليه في اللوكيشن يا جماعه اهو، مستنيين بقى ميعادنا ان شاء الله، وربنا يسهل بقى، يعني هيبقى وقت جميل يعني كده، ونشوف بقى جنى وتتصور كده بقى اول اعلان واغنيه وحاجات زي كده، وشجعونا بقى. جنى طبعا متوتره عشان التصوير بتاعها قرب وكده، ومالك طبعا مش متوتر لان مش عارفه ايه اللي جابه معانا اساسا. عادة احنا منتظرين اهو، منتظر الاستاذ هاني اهو المخرج. صور ممثلين وبتاع برضه، هنا برضه يعني استوديو باين شكله جميل وحلو، هيبقى يوم جميل يعني، فحاولنا نعرفكم اول باول كده يعني. يا جماعة لسه طبعا احنا بنكتشف مع بعض لان مش فاهمين ايه المفروض يتم دلوقتي، احنا انتظار الاستاذ هاني، وطبعا في ناس معانا منتظرة برضو، فربنا ييسر الامور كده ان شاء الله. دلوقتي هو المخرج جاي يا جماعة اهو، بنصور في اللوكيشن.
يسعد مساكم مشاهدينا في كل الوطن العربي، يسعد مساكم مشاهدينا في كل الوطن العربي. كله مركز؟ احنا بنشتغل ازاي؟ كله ركز معايا عشان نبقى حلوين، ماشي؟ خلاص؟ يسعد مساكم مشاهدينا، يسعد مساكم مشاهدينا. حلو انت بتضحكي. في كل الوطن العربي وبراحتك خالص. معاكم ماسة محمد من فريق اعداد، ونبدا باهم كل ماشي، بس عايزينها احلى واقوى، ماشي؟ كل ما عملتيها حلوه قوي، كل ما اشتغلت معايا في فيلم، اشتغلت معايا مع ممثل، اشتغلت معايا في حاجات كتير اكيد دي هتطلع حلوه، دي البدايه بتاعتك. نعدي. اتفضل. هو ده يا جماعة، احنا مع المخرج هاني الفيوم اهو. هو دلوقتي بيعمل تدريب للأولاد إن شاء الله عشان هيقفوا ورا الكاميرا وتجهيز للشغل يعني بإذن الله يعني. ماشي، ربنا يسهل بقى. آدم وجنى دخلوا هم، آدم قاعد هناك اهو وجنى قاعدة في الوش يعني قدام الأستاذ هاني المخرج. فربنا يسهل برضه، وادينا بنتابع مع بعض الأخبار بإذن الله. اهي وادي جانا العسل، جانا الجميلة اهي قدام الأستاذ هاني المخرج، وربنا يسهل برضه اهو. ماشي، وآدم اهو قاعد اهو مع الأستاذ هاني المخرج. ربنا يسهل بقى وربنا يوفقه إن شاء الله. ادي كل الأولاد مضطربين كده في التصوير، تجهيز يعني قدام الكاميرا إن شاء الله. الأستاذ هاني المخرج اهو بيقول لهم على الكلام اللي هيقولوه بإذن الله. معلش صوتي واطي عشان بس ممنوع أصلا إن الصوت يعلى في اللوكيشن هنا. فادينا بنتفرج مع الأولاد إن شاء الله في التدريب، وآدم وجنى هم قاعدين يعني مضطربين، فمعلش إن يعني الصوت واطي بس اعذرونا. وادينا بنتابع مع بعض لحد ما نشوف الدنيا هتمشي ازاي بره. ادي الأستاذ هاني الفيوم اهو في وشه حبيبي يا آدم. آدم هو بيدي الأداء، مش عارف هيعمل معايا ايه. طبعا كلنا بنحب نوصل. انا نفسي صوتك يا حبيبي. بص انا هقولها ازاي؟ انت قلتها حلوه قوي وعادي جدا. طبعا كلنا بنحب مو صلاح، انا عن نفسي بحبه جدا. محمد صلاح فخر كل العالم. انت قلتها حلوه، بس انا شوف انت هتقولها وانا هقولها ونصور مع بعض، ماشي؟ طبعا كلنا بنحب مو صلاح، وانا عن نفسي بحبه جدا. محمد صلاح فخر كل العالم. اتفضل قولها بطريقتك. طبعا كلنا بنحب محمد صلاح، انا عن نفسي بحبه جدا لان محمد صلاح فخر كل العالم. طبعا برافو يا آدم. وآدم كده كويس، نشوف ربنا يسهل. ماشي انا مش عايز اقول لك اسمها خلاص، بس هتقولي لي ستار احلى نجوم الوطن العربي. اتفقنا؟ هتقولي ايه؟ ستار الوطن العربي. اتفضلي يا حبيبي. قولي، ما تقوليش اسم المذيعة. ستار احلى نجوم الوطن العربي. احنا هنقول على مرتين تحت، نقول مره كده ومره كده. ستار احلى نجوم الوطن العربي. ادي بقى بنتصور دلوقتي. حكوا بقى كده يا ولاد. ادي آدم اهو. ما خطبش؟ لا بجد هو ان شاء الله هيبقى يوم جميل مع الاستاذ هاني الفيوم المخرج باذن الله. اسعد آدم
واحده من الوش واحده احنا بنحطها براحتنا. مش عايزكم تبصوا لاي واحده خالص غير اللي في الوش. انا الكاميرا ورا اهي. احنا مالناش علاقه باي كاميرا خالص غير مين؟ انا بقى واقف بعيد عن الكاميرا اهي كانت هنا، دي الكاميرا، انا وقفت هنا صح؟ محدش يبص لي خالص. بتبصي فين؟ في الكاميرا. يبقى انا هقف الاول عند الكاميرا، يبقى انا فين؟ مكان الكاميرا اللي انتوا كلكم هتبصوا لها. مالناش علاقه لا بالكاميرا دي ولا بالكاميرا دي خالص. لينا علاقه، كله مركز فين؟ هي كده. خليكي معايا. نسأل. تعالى ركز معايا. ماشي؟ كلنا لينا علاقه بمين؟ بالكاميرا اللي انا هشاور عليها. ايه الكاميرا اللي انت بصالها وانت بتقولي؟ ما تبصش لا للكاميرا دي ولا للكاميرا دي خالص. الكاميرا دي هي اللي لازم تبص عليها عشان تطلعي حلوه. اتفقنا على كده؟ في 3 كاميرات في الاستوديو. كاميرات حديثه جدا. اي رمشه بتجيبها، فمش عايزين نبوظ الموضوع. الموضوع كله على الكاميرا الاساسيه اللي في النص. هي انا هقول لك دي كاميرتك الاساسيه، يبقى انت كل كلامك موجه ليها. انا اتلطفت لعبت وقعت رحت في مكان تاني ما تبصليش خالص. متفقين؟ هتطلعوا، عايزكم تطلعوا في مين كده؟ عايزكم نجوم. النجمه اللي هتأدي دورها النهارده كويس جدا انا هاخدها معايا في فيلم جاي. هتطلع معايا في شهر رمضان، هتطلع في اعلان. امبارح كنا مع الممثل المشهور اللي هو الكوميدي بتاع شكوكه على الشكوك طايره ولا كده. عارفينه؟ الاستاذ هاني بيوريهم صورة الممثل. ماشي يا جماعة. يا عم مأمون، الناس كانت بتبطيخ بيمشوا يا مأمون. ربنا يسهل بقى ان شاء الله لما نشوف الدنيا تبقى عامله ازاي بجد هنا، وربنا ييسر الحال. وادي ادم قاعد مضطرب اهو. كده دلوقتي يا جماعه خلصنا التصوير الحمد لله فوق، لكن ما كناش ننفع نخش معاهم في الاستوديو اللي هو الكاميرات الحقيقي عشان ما نقفلش الاولاد. والحمد لله هم صوروا دلوقتي، وان شاء الله التصوير بتاعهم طبعا التصوير بتاعهم هيتذاع على قناه فضائيه يا جماعه، ان شاء الله انتظروها. فدي هتبقى مفاجاه هنذاعها لكم برده في الحلقه ان شاء الله على اليوتيوب وعلى القناه بتاعتنا. ربنا يسهل يعني ان شاء الله. وكده يا جماعه الحمد لله وصلنا، لسه يعني يعتبر لسه واصلين دلوقتي الحمد لله. الحمد لله خلصنا بقى النهارده. كان يوم بالنسبه لنا يوم يعني جميل، عشان كان يوم حلو بالنسبه لنا ان جانا النهارده واخوها ادم دخلوا النهارده اللوكيشن تصوير وصوروا، والحمد لله يعني قبلوا باذن الله. وان شاء الله هعرض لكم الفيديو اللي هو اتعمل فيه قدام التصوير بتاع الكاميرا، عشان كان ممنوع احنا نخش عشان ما نلخمهمش، ما يبصلناش ولا يبص يمين ولا شمال، عشان الكاميرا لازم نبص للكاميرا، فما دخلناش معاهم. فاحنا الحمد لله يعني التصوير مقطع الفيديو ده ان شاء الله هوري لكم برده مع مفاجاه الفيديو الجاي باذن الله. والحمد لله احنا خلصنا اليوم برده، وبعد ما خلصنا رحنا اتغدينا في شبرا عند سيد كبده، برده اكلته حلوه كده حرشه كده، الناس اللي بتحب الاكلات الكبده على الكفته على السجق الحاجات الحلوه دي برده. والحمد لله خلصنا الغدا هناك وكلنا، ولسه واصلين الحمد لله. والاولاد بقى جايين تعبانين فاصلين بقى، فاللي دخل نام وادم لسه قاعد سهران معايا كده، فقلت اختم لكم بقى الفيديو النهارده. ولو عجبكم ان شاء الله الفيديو بتاعنا بتاع التقدم والحاجه الحلوه بتاعت جانا وادم ان شاء الله، اشتركوا لنا بقى في القناه وفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل يوم جديد. وباذن الله برضو في مفاجاه حلوه ان شاء الله في الفيديوهات الجايه، فتابعونا. وعشان كده بنقول لكم انزلوا تحت هتلاقوا كلمه اشتراك، اشتركوا وهتلاقوا جنبها الجرس، فعلوا الجرس عشان يجيلكم اشعارات بالفيديوهات الجديده ان شاء الله. ونشوفكم على خير الفيديو الجاي.